الجو هنا غير طبيعي بالمره، حرفيا انا مبسوط ان انا جيت المكان ده ولوحدي يعني. مزاج ده بالنسبه لي، مزاج ان انا اجي المكان ده لوحدي. وده مكان العجله كده بتتصلح فيه. ده المكان عندنا كده، ايوه، بدأوا تجهيزات عشان الصيف وكده. وازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ رجعت لكم بفيديو جديد. فكره فيديو النهارده هتبقى عباره عن يوم في حياتي، بما ان في ناس كتير كتبت لي في الكومنتات خدنا معاك في يوم، ورينا الشوارع، ورينا الدنيا عامله ازاي. فالنهارده زي ما انتم عارفين النهارده الاربع، فهو يوم اجازتي. فقلت ليه ما نخرجش احنا الاثنين سوا، لو انا وانتم، مش هاخد اي حد من صحابي معايا، هيبقى احنا بس. وقت المفروض اصلا الساعه 4، فهخرج من اول دلوقتي لحد بالليل. هنعمل ايه وهنروح فين؟ خليكم معايا. بعد ما تعودنا على الشمس ودرجه الحراره طلعت ل 25، دلوقتي درجه الحراره 15. فالجو فيه سنه بروده كده، مع اني من اسبوع شايفها ان درجه الحراره هتبقى 30، يعني النهارده يبقى حر. سبحان الله، يعني الحاجات دي مفيش حاجه يعرفها غير ربنا. فيلا بينا ناخد العربيه ونبدا نتحرك. في الوقت ده زي ما انتم شايفين الاطفال بتبقى طالعه من المدرسه، فكله بيقعد يجري كده على الطريق، فلازم تخلي بالك وانت سايق. عندنا برضو حديقه هنا فيها سله وحاجات الاطفال بيلعبوا بيها، وعندنا هناك بول وجيم وحاجات. انتوا عارفين الحاجات دي، وريتها لكم قبل كده في الفيديوهين اللي فاتوا اللي انتوا شفتوهم. انا ده مش محتواي دايما، انا بس بحب انوع، بحب اعمل حاجات مختلفه وكده. وفي نفس الوقت كنت بثبت لنفسي ان انا قادر اعمل الحاجه دي، لان انا كان في دماغي من زمان ان انا اعمل حاجه زي كده، اللي هو فيديوهات تبقى زي وثائقي وكده بدرون بقى، وتتكلم بقى فويس اوفر وحاجات زي كده. فانا كنت من زمان بخطط ان انا اعمل فيديو او فيديوهين زي كده، وعملتهم يعني. بس بثبت لنفسي ان انا مش مجرد بمسك لك الكاميرا واصور لك وشي واتكلم في اي حاجه وخلاص، بعرف اعمل حاجات تانية برضو. وهم الفيديوهين اللي فاتوا عجبوا ناس كتير، مع انهم ما جابوش فيوز عاليه زي ما كنت مستني، بس عجبوا كل الناس يعني واصحابي وكده. فكنت بثبت لنفسي بس ان انا قادر اعمل حاجه زي كده وبس. ولو ما شفتوش الفيديوهات هسيب لكم اللينكات تحت في الديسكربشن، فيديوهين روحوا شوفوهم وقولوا لي رايكم هناك بعد ما تخلصوا الفيديو ده، او لو عايزين تشوفوه ترجعوا تشوفوا الفيديو ده. الوقت ده في امريكا اللي هو من الساعه 2 كده لحد الساعه 4 او 5 بيبقى اكتر وقت مزدحم في امريكا، اكتر وقت فيه ترافيك، وخصوصا حوالين المدارس، لان بيبقى الباصات وكده والطلاب بينزلوا، لازم كل العربيات تقف علشان الباصات تعدي والطلاب يعدوا الاول، لانه لهم حق الطريق. فبيبقى الدنيا مزدحمه شويه، فهو ده الوقت اللي بيبقى فيه قلبان شويه. اكتر حاجه انا مستمتع بيها في ولايه كونيتيكت زي ما انتم شايفين هي الطبيعه اللي انتم شايفينها، والورق الاخضر كده، يعني حاجه بتديك امل في الحياه، تحس انك بتنفذ اكسجين يعني صافي بدون اي مواد حافظه. يعني حاجه كده تخطف القلب والله. يعني شايفين الشجر في كل مكان اخضر، في نسمه هواء كده بتحسسك بالامل وبالحياه. فبما ان الجو حر زي ما انتم شايفين كده، فوجهتنا الاولى هتبقى هي ستاربكس، نيجي نشرب حاجه كده على السريع ونشوف هنروح فين تاني. ستاربكس. هو المشروب جميل وكل حاجه، بس ايه ده؟ انا حرفيا قلت لها احمد مش امتسي، ولا ايه اللي كاتباه ده؟ بحس الامريكان ممكن ينطقوا اي اسم في الدنيا الا اسم احمد، ينطقوا احمد، ممكن ينطقوا اي حاجه غير احمد. الطريق اللي انا ماشي فيه ده بنسميه طريق الغابه، لانه فعلا طريق في نص الغابه، قليل جدا لما تلاقي بيت كلها غابات وحاجات زي كده. فهو طريق كله طبيعه زي ما انت شايف وشجر بس، فعشان كده بنسميه طريق الغابه لانه في نص الشجر. المنطقة أو المدينة اللي دخلتها دي اسمها مدينة ويسبورت، دي أعتقد من أغنى المدن اللي موجودة في كونيتيكت كلها. هو صعب إنك تشوف بيت من الشجر ده، بس البيوت هنا ما شاء الله كبيرة وواسعة وكده، فهي علشان كده الهدوء ده بيبين قد إيه إن المدينة دي بتبقى غنية. شايفين الدنيا ساكتة هص، مفيش حاجة، حتى العربيات كل واحد سايق في حاله، مفيش حد بيكلم التاني حتى. شايفين البيوت عاملة ازاي ما شاء الله، يعني كل بيت وبيت بينه مسافة وكبير. البيوت هنا بتكون مستخبية جوه الغابة، يعني من كتر الشجر، وعندهم حديقة كده قدام البيت بتبقى طويلة كده، فمش بيبقى باين البيت أصلا من جوه. الأماكن دي حاجة مش بتشوفها بس غير في الأحلام بجد، يعني لما بتبقى تحلم كده وبتشوف حاجة غريبة، أو بتحلم بحاجة حلوة وتشوف خضرة كتير وحاجات زي كده، هي المنطقة اللي أنا ماشي فيها دي بالظبط. شايفين المكان الواسع ده نادي خيول وكده، بيبقى كل سبت بيقوموا هنا حفلة بيركبوا فيها خيول ويصوروا وحاجات زي كده. ماشي قدامي سكول باص، المفروض ما اسرعش ولا اعمل اي حاجه، لانه المعروف ان يبقى راكب فيه اطفال لازم التزم القوانين وانا ماشي ورا سكول باص. فاكتبوا لي في الكومنتات بقى، تحب تعيشوا في منطقه زي كده بيتك واسع كبير وكده، مفيش صوت مفيش اي حاجه، ما بتشوفش ناس اصلا الا لما تخرج تروح المدن، ولا بتفضلوا المدن والزحمه والاصوات العاليه وكده؟ انا بالنسبه لي بحب الصوت العالي وكده والدوشه والحاجات زي كده، اللي هي المدينه يعني بمعنى اصح والداون تاون، بس في نفس الوقت الحاجات دي بتبقى مريحه للاعصاب اكتر. فانا لو ربنا كرمني بفلوس اشتري الاثنين، يعني اجيب بيت هنا وبيت هنا، ليه لا؟ في كونستراكشن هنا، في حد بيبني بيته برضو. ومعلومه برضو مفيش حد يعرفها، البيوت هنا علشان بيبقى معظمها مبني خشب فمش بتاخد كتير، بعض الاساس كده معمول باسمنت وكده، لكن الباقي كله خشب، فحرفيا ممكن يخلص في اقل من شهرين 3 شهور البيت كامل.
فلو شخص يعني مهتم وبيعمل البيت بسرعه، على عكس عندنا في مصر بس يحطوا العواميد في 3 شهور ومش عارف ايه السقف في 3 شهور. يعني بياخد وقت عندنا في مصر غير هنا، لان البيت خشب وده احسن اصلا. وكمان حلو في حاجه في الزلازل والحاجات اللي زي كده حصل في سوريا وتركيا الايام اللي فاتت، فبيبقى خطر الاسمنت لو وقع على حد خلاص ممكن ينهي حياته يعني لا قدر الله. لكن هنا لو حاجه حصلت حرفيا انت ممكن الخشب يقع عليك وبعض الحاجات ما تاثرش فيك. فهو ده الحلو في الموضوع، يعني توفير فلوس خشب، البيت بيبقى شكله احسن، وكمان لو لا قدر الله حصل حاجه فانت في امان اكتر. وصلت عند المكان اللي شغال فيه صاحبي، ونفس المكان اللي شغال فيه برضه بس في مكان تاني. فجبنا من هناك فرايز كده عليها فاتت تشيز، دي بتبقى حلوه مع الكاتشب. في المدينه دي في بارك حلو قوي، في ناس كتير بتقعد هناك وكده، فمش عارف هيبقى فيها ناس دلوقتي ولا ايه، بيبقى احسن ما فيش ناس. فهنروح نقعد هناك شويه واوريكم الاماكن هناك، فيلا بينا. انا ماشي في الشارع ده بقالي حوالي ربع ساعه، وهو ما يجيش اصلا دقيقتين بالعربيه، بس في ترافيك غير طبيعيه، حرفيا العربيات كل شويه تقف مش عارف ليه. في تقريبا ستوب ساين هناك والناس كلها واقفه عليها. وهي دي الحديقه زي ما انتم شايفين كده، هي بتطل على نهر كده صغير. فالمفروض ان انا دلوقتي هلاقي مكان واجي اقعد هنا في الحاجات اللي شايفينها دي على الكراسي دي. وانا قدامي الطريق كده، في طريق للمشاة وبعدين نهر صغير كده والغابه بقى جوه. ايوه في مكان هنا ممكن اركن فيه كده، اطلع لقدام خالص خالص خالص، ممكن اركن هنا. الجو هنا غير طبيعي بالمره، حرفيا انا مبسوط ان انا جيت المكان ده ولوحدي، يعني مزاج. ده بالنسبه لي مزاج ان انا اجي المكان ده لوحدي. مش كده وبس، المنظر اللي انتم شايفينه ده وكمان معاك الفرايز، كمان جايب الدرون بتاعي اللي انا بقيت بعتبره صاحبي اصلا، ما بستغناش عنه في الفتره الاخيره، وكمان المشروب. فهنهاف ا جود تايم دلوقتي. على قد ما هو اداء للتصوير وكده وبيساعدني كتير ان انا اطلع حاجات حلوه في التصوير، بس حاجه مسليه جدا. بس هو في وطننا العربي غالي جدا وتقريبا ما ينفعش تستعملوه، مش تقريبا، مليون في المية ما ينفعش تستعملوه. على قد ما هو غالي في مصر على قد ما صعب انك تنزله اصلا مصر او تستعمله. يعني انا كنت بفكر ان انا وانا نازل مصر انزل ده علشان اخد شطات حلوه كده لمصر تفكرني بمصر بعد ما اسافر، بس طلع للاسف ما ينفعش، لو نزلت بقى مصر هدخل في مشكله كبيره. فهنا عندي بطاريه زياده، وكمان البطاريه اللي هي جوه الدرون اصلا، وده الكنترولر بتاعه، ودي حاجات اكسترا مش عايز انا. هنا السلك اللي بيوصلهم ببعض. من 3-4 فيديوهات كده كان في فيديو منهم ان انا منزل فيديو ان انا اشتريت درون جديد، بس دلوقتي انا جبت واحد جديد اصلا تاني واغلى، وهو حديد شويه عن التاني فاجمد شويه، وكمان الكنترولر بتاعه مختلف عن التاني. وغير كده فالجوده بتاعته 4K، غير التاني كان تقريبا 1700 او حاجه، فكان بايظ خالص. فده بقيت بطلع بيه شوتات حلوه، وهو تقريبا اللي شفته فيه معظم الفيديوهات اللي فاتت. قعدنا شويه هنا وتسلينا وطيرنا الدرون. تعالوا بقى كده نمشي طول البحيره دي اوريكم المناظر عامله ازاي هنا. المنظر هنا يبان خطير بس هو جميل. شايفين في غابه في الناحيه التانيه وبس البحيره دي، ومش غويطه كمان، يعني تقدروا تشوفوا الارضيه بتاعتها. ممكن اعمل ستيب واقف هنا بس اكيد مش هقع. نسيب العربيه هنا بقى ونمشي شويه، يعني اكيد هنا في امان. يعني عاملين حاجه زي تور كده وللناس اللي بتصطاد، بيقول لك حطها على اللايسنس بتاعتك، فبيطلعوا بقى رحلات صيد وحاجات زي كده مع بعض. بس انا ما عنديش لايسنس للاسف. اللي عرفته متاخر ان انت علشان تطلع تصطاد هنا محتاج رخصه صيد، ما كنتش اعرفها الصراحه، بس محتاج رخصه صيد. هي بتطلع زي ورقه عاديه، مش لازم تصطاد او تعمل حاجه، وانت بس بتروح تطلعها عادي بورقه تقريبا ب $10 او حاجه علشان تقدر تصطاد. ولو اتمسكت بتصطاد من غير رخصه فيها تيكت تقريبا $150 او $200. وبعد ما مشيت شويه لقيت البتاع ده، وده مكان للعجله كده بتتصلح فيه. زي ما انتم شايفين هنا علامه العجله وكمان المفتاح، فموجود هنا المنفاخ وكمان مفكات وحاجات للعجله عشان تصلحها. مكتوب لك هنا القوانين والحاجات اللي انت المفروض تعملها علشان تبدا تعمل اي حاجه انت محتاجها هنا. وكل ده طبعا مجاني، مش بتحط اي فلوس في الماكينه او بتعمل اي حاجه عشان تدفع عليها فلوس. كل ده مجاني. لو بتمشي هنا بالعجله او حاجه وعطلت منك تيجي لاقرب مكان زي ده وتعمل فيه العجله بتاعتك. جيت لحديقه تانية زي ما انتم شايفين اوسع شويه، فبفكر ايه مكان كده نقعد هنا شويه ونطير الدرون. بس الدنيا بدأت تسقع اصلا والساعة بقت 6:30، فنرجع دلوقتي للعربية. رجعت البيت تاني. ده المكان عندنا كده، ايوه بدأوا تجهيزات عشان الصيف وكده. الناس بتقعد هنا بيعملوا حفلات، وكمان البول حطوا فيه مية.
محمود اخويا بيلعب كوره مع اصحابه هنا. محمود بيلعب كوره، ندخل نلعب معاهم شويه. Here. اوه شويه الكوره اللي لعبتهم دول هبطوني جامد يعني. طيب تقريبا من 4 ساعات ونص وانا بره البيت، فبدات اهبط شويه ولازم ارجع البيت اكل حاجه وكده وانام لي شويه. فدلوقتي الساعه 8 تقريبا. فبس يبقى ده كان فيديو النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وكمان سبسكرايب للقناه. خلاص بقينا تقريبا 5000 مشترك، عايزين نضرب في العالي بقى. وكمان لينك الانستجرام بتاعي تحت في الديسكربشن، وكمان لينك سيرفر ديسكورد لو عايز تنضم لنا هناك. وكان معاكم احمد حبيب، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.